من أروع الوصفات اللي نحضروها هي ملوخية بالكرشة. الملوخية بالكرشة عندها بنة أخرى خلاص. بسم الله على بركة الله. كما راكم تشوفوا في الطنجرة تاع الفخار عندي كرشة غسلتها طبعا من قبل، والكرشة تاعي شوية راهي كبيرة ومشحمة. نضيف لها مغرف واحدة بركة تاع زيت تكفي، مغرفة برك. نجيبوا بصلة مقطعة ولا مفرومة، عندي ورقات رند. بالنسبة للتوابل فلفل عكري وتابل وكروية، شوية زعفران اختياري، وطبعا فلفل كحل. هنا عندي راس ثوم كبير، هرسته مع شويه ملح. طبعا الملوخيه تحب الثوم ونقصوا الملح، هي ما تحبش الملح، هي ما يقر فيها الملح. نخلوهم يتقلوا مع بعض ونجيو هنا للملوخيه تاعي اللي ضفت لها كميه من الزيت حتى نتحصلوا على القوام هذا شبه سائل. بالنسبه هذه الطريقه راهي الطريقه التقليديه الاولى الجزائريه، يعني كاين وصفات ياسر نحضروا بها الملوخيه. هنا حضرت لكم الاولى خلاص تاع جداياتنا. بعد ما تقلت الكرشه تاعي مع التوابل نجيبوا هذيك الملوخيه وضفتها ونخلوهم يتقلاو واحده واحده على نار قليله خلاص. مره على مره نحركوهم، مره على مره نفقدوهم. وطبعا نجيبوا هنا نمرقوها بالماء السخون. كما راكم تشوفوا الكرشه راهي مشحمه، راكم تشوفوا هنا الكميه تاع الزيت لان هذا وين مرقنا. كي تبدا تطيب تبدا تدخل في بعضها كما راكم تشوفوا، وتنقص هذيك كميه ليدان. هنا في نص طياب نجيبوا هنا الفلفل الشايح. طبعا هنا بعد مرور ساعة ونص كما قلت لكم نرجع نقول لكم ما تكثروش فيها الملح. هنا في الربع ساعة الأخيرة كي تبدأ تقر زيتها، الملوخية تاعي راهي طايبة سلة سلة. كي تبدأ تقر زيتها نجيبوا زوز سنة ثوم، تحبوا تربيهم ولا تهرسوهم ولا تقصوهم شويتح شويتح، وتضيفوهم للملوخية عفوا في آخر طيابها، يعني في الآخر خلاص. هنا الملوخية تاعي قرت زيتها وطابت، وشهيتكم بالصحة ولهنا ريحتها تشق المخ، يعني ريحتها مش راح نقول لكم تهبل تهبل. نتمنى انكم تجربوها، ونتمنى انكم نكون لبيت لكم طلب من طلباتكم، ولو انه هذا الفيديو هذا ولا هذه الوصفة حضرتها لكم في اولى فيديوهاتي على القناة. شهيتكم بالصحة والهنا. وكي نقولوا الملوخية نقولوا كسرة خميرة، يعني هذا ثنائي ما نقدروش نبعدوهم على بعضهم. راح نوري لكم لقمتكم بركة ان شاء الله يا ربي تسمحوا لي الى سخفتكم. وهذا بالنسبة للفيديو اللي طلبوه مني الاخوات ياسر، يعني ياسر ناس طلبوا مني هذه الوصفة. والسلام عليكم.